ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم محمد شعراوي قناه يوتيوب. فضلكم متفعلوش الجرس، تفعل الجرس، دو اشتراك ولايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا. ان شاء الله باذن الله هنتكلم النهارده على حلقه جديده خالص ممتعه وهتفيد اعجابكم يعني هتستفادوا منها كتير بجد. متقلبش وكمل للاخر، انت المستفيد. واحد، هنتكلم النهارده عن اي حد مرتبط باي علاقه، او اي حد داخل على مرحله جديده، سواء مرحله جيش، سواء مرحله نجاح، سواء مرحله جواز، سواء مرحله خطوبه، سواء اي مرحله مهما كانت. او مرحله يأس او احباط او فشل او خوف او حزن، لان كتير مننا بيصاب بعض من الخوف والحزن والفشل والاحباط. فعايز اقولك انك لازم تعرف علما يقين ان ربنا عز وجل له حكمة في كل حاجة في حياتك. استحالة اي حاجة تحصل لك مهما كانت صغيرة او كبيرة ربنا ملوش دخل فيها. عليك، يعني باللغة العربية او بالنحوي كده بمعنى اصح، او بالبلدي، عليك ان تتقبل الهدية. لازم تتقبل الهدية، ان الهدية دي مبعوثة من عند ربنا، سواء بلاء، سواء حزن، سواء فشل، سواء احباط، سواء خوف، مهما كانت. لازم تتقبل الهدية بصدر رحب، تتقبل الهدية بيقين، بإيمان، وتحاول تسعى. في ناس كتير جدا بتقول انا بحاول ادعي ربنا كتير، وبحاول مفيش. لا، عشان تدعي ربنا وعشان تبقى الاستجابة كاملة لازم تسعى بأركانك جميعا. ما ينفعش ادعي بلساني وقلبي وانا جسمي ما بيسعاش، ما بيروحش، ما بيتحركش. فانت لازم تتحرك. تمام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط، تمام، كان بيربط الجمل بتاعه او الناقة بتاعته فيعقلها ويتوكل. طب ليه النبي كان بيعمل كده مع انها لن تطير او مش هتمشي؟ كان تعليم للبشرية كلها ان على الانسان ان هو يعقلها ويتوكل. السعي ده الباسورد، انك تسعى، انك تجتهد، ان يكون عندك يقين ان ربنا مش هيخذلك، ان يكون عندك يقين ان ما اصابك ما كان يخطئك، وما اخطأك ما كان يصيبك. فلا تقولن ولو اني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. انك تتقبل اي هدية في حياتك مهما كانت بصدر رحب، وانت عارف ومتأكد ان ربنا مش هيخذلك، وان ربنا هيكرمك، بس مش في الوقت اللي انت عايزه، ولا على الطريقة اللي انت عايزها. لا، في الوقت اللي هو عايزه وعلى الطريقة اللي هو عايزها. انك تكون عارف ومتأكد ان كل حاجة لها نهاية، وان كل بلاء له نهاية، وان سنة ربنا في الكون ان اي بلاء مهما كان او وباء لازم ينتهي في يوم من الايام ومش هيفضل. ودي سنة ربنا في الكون. والحاجات اللي قبلينا قالت كده. اي بنت مخطوبة، اي بنت عايزة تخطب، اي ولد نفسه يتجوز، عايز يبني شقة، عايز يشتغل، عايز ينجح، عايز يعمل مهما كان، وبتقابله صعوبات او فشل او احباط او لكل الناس دي عايز اقول لكم وعايز اقول لك ان دي رسالة مبعوتة لك، انك تصبري. دايما لما نيجي بعد الصبر، تمام، بيبقى الفرح والسعادة والهدية من الله عز وجل. استحالة انت هتصبري على قضاء ربنا وعلى ابتلاء وعلى صبر ومش هيديك الحاجة الافضل ليكي. جايز لو كنت خدت الحاجة المناسبة ليك، او كنت عايز تتجوزي في سن صغير مثلا او حاجة، وربنا عز وجل عطالك الحتة دي، ما كنتش هتتهني، ما كانش هيبقى الشخص المناسب. يمكن، تمام، يمكن مرضيش يعجل في الموضوع ده وساب الموضوع ده ليك انت بالذات، تمام، واخر الموضوع ده الحكمه هو عارفها. يمكن ما كانش هيبقى الشخص المناسب، كان ربنا عايز يجازيك ويهديك